النهاردة هنعمل مع بعض صينية السمك البلطي بطريقة حلوة جدا بدون زيت أو دخان. هنعمل سمك مشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة جدا ومش بتاخد وقت في عمايلها أبدا. يعني لو انت مستعجلة وعايزة تعملي غدا سريع فدي وصفة حلوة وسريعة جدا، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها على طول. بس قبل ما نبدأ الوصفة ياريت ما تنسوش اللايك، وكمان لو انتم جداد على القناة انزل حالا تحت الفيديو واضغط على زر اشتراك او سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة. اول خطوة هنعملها ان احنا هنجيب السمك البلطي وهنغسله كويس جدا وهننضفه كويس، يعني هنشيل كل الخياشيم وكل القشر اللي عليها وكمان الزعانف، وهننضفه كويس جدا جدا وهنغسله ويبقى نضيف وحلو بالشكل ده كده بالظبط. في الوقت ده بعد ما خلاص نضفنا السمك وتأكدنا ان هو نضيف نبدأ نشرح السمك. لازم تشريحة السمك دي هتشرحيها بالعرض بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط. حاولي تدخلي بالسكينة جوه اللحم شوية علشان لما تيجي تحطي التتبيلة عليها السمك يتبل من جوه ويبقى لحمه كمان متبل. والخطوة دي مهمة جدا في طعم السمك وهتفرق معاكي قوي قوي. والتشريحة دي ممكن تكون بالعرض او بالطول براحتك اللي انت عاوزاه اعمليه. اهم حاجة ان احنا نفتح السمكة بالشكل ده عشان التتبيلة تدخل جوه اللحم السمكة ويكون مملح ومتبل. وبعد ما خلصت تشريح كل كمية السمك بالشكل ده يلا بينا بقى نجهز التتبيلة بتاعتنا. هجيب الكبة وانزل فيها ببصلاية صغيرة وكمان طماطماية صغيرة وحوالي 5 أو 6 فصوص من الثوم وفلفلاية صغيرة حامية وفلفلاية رومي وشبت وكزبرة. بس كده هنبدأ نحط البهارات اللي هو الملح والكمون والكزبرة الناشفة وممكن تضيفي شطة لو انت حابة، وهنحط ليمون عصير ليمونتين كبار وممكن تزودي براحتك لان السمك بيحب الليمون. وكمان هحط معلقة صغيرة مليانة من معجون اللي هو المستردة بتاع هاينز، لو ما عندكيش ممكن تحطي كركم بيكون حلو قوي برضو. هنخلط الخلطة دي كلها مع بعض كده ونخليها ناعمة وكده تكون التتبيلة جاهزة معانا. وده شكل التتبيلة خلاص بعد ما خلصت، هو ده الشكل اللي انا عاوزاه. انا بحبها تكون ناعمة بالشكل ده. جربي التتبيلة دي بجد حلوة جدا جدا. حتى لو مش هتعملي سمك صينية فانت ممكن برضو تتبلي بيها السمك وتحمريه عادي في الزيت، هتكون حلوة قوي قوي. في الخطوة دي احنا هنتبل السمك. هنتبل السمكية كويس جدا جدا، لازم نتبلها من جواها ونتبل الراس كويس، وكمان هندخل التتبيلة جوه الفتحات اللي احنا عملناها عشان السمك يشرب التتبيلة. وده شكل السمك بعد ما خلاص خلصت كل الكمية وتبلته كله. هسيبه بقى في التتبيلة دي حوالي ساعة او ساعتين عشان يتشرب كل التتبيلة كويس. ويلا بينا نجهز الصينية بتاعتنا. وهو ده الخضار اللي احنا هنستخدمه في الصينية بتاعتنا. انا كان عندي فلفل الوان وكمان قرن فلفل حامي، لو ما عندكيش فلفل الوان استخدمي فلفل اخضر عادي، وكمان بصلايه وطماطمايه. البصلايه انا فرمتها في الكبه، لو حابه تقطعيها شرايح براحتك مفيش مشكله. وكمان حطيت عليهم جزرايه مبشوره صغيره، ولو عايزه تزودي الكميه مفيش مشكله، وشبت وكزبره. وقلبت كل الخضار ده كله مع بعض بالشكل ده كده. وبعدين هبدأ اتبله. هنزل عليه بالملح وطبعا ده حسب الرغبة، زودي قللي براحتك، والكزبرة الناشفة والكمون ورشة من الفلفل الاسود ورشة من بهارات السمك ومعلقة صغيرة من البابريكا ورشة من الشطة. وبعدين هنضيف الليمون، عصير ليمونتين كبار، وطبعا الشطة حسب الرغبة. وهنقلب كل الخليط ده كويس مع بعض بحيث ان كل الخضار وكل البهارات يندمجوا مع بعض. ودلوقتي يلا بينا نجهز الصينية. اول حاجة هعملها هحط رشة زيت صغيرة وهدهنها في الصينية كلها. انا هستخدم بطاطس هحطها في ارضية الصينية، انا قطعتها شرايح رفيعة زي الشيبسي كده بالظبط وهحطها في ارضية الصينية. لو انتي حباها تمام اعمليها، مش حابة الخطوة دي ممكن تستغنى عنها تماما حسب رغبتك. وهنزل عليها بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، الجزر والفلفل والطماطم والبصل وكل البهارات اللي احنا حطيناها. وهنقلب البطاطس كويس جدا مع الخلطة ديت
لو حبيتي في الخطوة ديت انك تاخدي كل الخليط ده بالبطاطس وتسويه على النار نص تسوية كده، وبعدين تحطيه في الصينية، فده هيبقى حلو جدا وهيسرع معاكي وقت في التسوية. وبعد ما خلطت البطاطس كويس مع الخلطة اللي انا عملتها، خلاص هرص عليها بقى السمك، وهنزل على السمك باقي التتبيلة بتاعته، وبعدين هنزل عليها بباقي الخلطة اللي انا عملتها. كان باقي حبة صغيرين، فهبدأ اوزعهم بقى حوالين السمك بالشكل ده كده بالظبط. هتحسي ان السمك ده في شكله كده قريب من السمك السنجاري. بجد الطريقة دي حلوة قوي، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. طعمها جميل جدا وسريعة جدا ومبتاخدش وقت خالص. وخلاص بعد ما رصينا الصينية بتاعتنا وبقت جاهزة، هحط على وش الصينية كده شرايح من الليمون، وكمان هحط رشة بسيطة كده من الزيت على وش الصينية علشان تتحمر في الفرن كده وتديني اللون اللي انا عاوزاه. وبالفرشة كده هوزع الزيت على كل السمك من فوق وعلى كل التتبيلة اللي انا حطيتها. وده شكل الصينية بتاعتنا بعد ما خلاص خلصت وجهزتها وبقت خلاص جاهزة، بس ان انا ادخلها الفرن. وهدخل الصينية على فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هحطها على الرف اللي في النص، وهسيب الصينية في الفرن لحد ما احس ان هي خلاص سخنت وبدأت تغلي بالشكل اللي انت شايفاه كده بالظبط. بدأت تنزل ميتها والخضار كله نزل ميته وبدأ يغلي. اول ما هحس ان البطاطس استوت، فانا هطفي على الفرن من تحت وهولع الشواية بس لحد ما تاخد اللون اللي انا عاوزاه. اهم حاجة تتابعي الصينية في الفرن لحد ما تحسي ان البطاطس استوت. اول ما البطاطس تستوي طلعي الصينية على طول. يعني تقريبا هتقعد في الفرن حوالي نص ساعة او ممكن اكتر شوية. وهو ده شكلها بعد ما خلاص الصينية خلصت وبقت جاهزة. مش قادرة اقولك قد ايه الصينية دي طلعت حلوة جدا. بجد طعمها جميل واستوت بسرعة ما خدتش وقت، وكمان مقاديرها كلها بسيطة خالص، من غير بقى قلي ولا شوي ولا الكلام ده كله. لو جربت السمك بالطريقة دي صدقيني مش هتبطلي تعمليها على طول. حلوة جدا وسريعة جدا، وكمان ريحتها تحفة جميلة جدا وطعمها خطير، والتتبيلة اللي تحتها دي بجد تحفة. شوف قد ايه السمك مستوي وجميل، بجد حلو جدا. يلا جربي صينية السمك بالطريقة ديت وهستنى رأيك في الكومنتات. ولو عندك اي استفسار او سؤال ابعتيلي في الكومنتات وانا هرد عليكي. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير وهستنى رأيكم في الكومنتات.